لا إله إلا الله. يا عباد الله، كيف يجلي الله سبحانه وتعالى العتاب في القرآن الكريم، وكيف يجعل في أخبار وقصص الأنبياء عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. إذا كان العتاب على هذا الكمال والأولى فكيف بي وبك ونحن أهل المعاصي، أهل الشرك، أهل البدع، أهل الخرافات، كيف سيكون علينا؟ هذا عتاب لهم ونحن علينا عقاب، شدائد، أزمات، نكبات. ولهذا رب العالمين سبحانه وتعالى يجلي هذا الموقف أن يونس عليه الصلاة والسلام غادر البلد وترك قومه بدون أي أذية لهم. هو الذي أوذي، وهو الذي شتم، وهو الذي ترك، وهو الذي حورب، فترك قومه فظن أن لن نقدر عليه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، حديثي معكم بعنوان عتاب رب العالمين لعباده الصالحين. ومعنى العتاب أن يعاتب من ترك الأولى والأفضل والأحسن، ولا يلزم أن يكون العتاب أنه فعل معصية، ويكون العتاب غير العقاب، فالعتاب يكون مع شفقة ورحمة للمعاتب. لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. أيها الناس، عباد الله، الله يعاتب الأخيار، ويعاتب الأفاضل، ويعاتب الكبار، حتى الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى يعاتبهم لأن من كان أهلا للفضل وأهلا للقدر وأهلا للمنزلة ينبغي أن يكون في محله. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ولهذا عباد الله، سأذكر لكم في هذا المقام عدة قضايا لنأخذ منها فوائد مسلكية منهجية في حياتنا. كيف يعاتب الله الأبرار الأتقياء الخلص الكمل أصحاب العصمة الذين عصمهم سبحانه وبحمده، ومع ذلك يعاتبهم. فكيف بي وبك ونحن أهل الخطأ وأهل المعاصي وأهل الظلم وأهل الجور وأهل الاعتداء وأهل المعصية؟ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه. قال ربنا في كتابه الكريم عن عبده ونبيه يونس عليه الصلاة والسلام: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. هذا أحد الأبرار، أحد الأتقياء، أحد الكبار، أحد الأولياء، نبي. ولهذا قال الله: وإن يونس أي اصطفيناه فجعلناه من المرسلين. ولكن انظروا كيف يعاتبه ربه سبحانه وتعالى. على ماذا؟ على أي أمر فعله يونس عليه الصلاة والسلام؟ يعاتبه على ترك الكمال والأفضل والأولى والأحسن والأليق. فقال: وإن يونس لمن المرسلين. لا تتهم اليهود المشوهة بالأنبياء كما اتهموا سليمان عليه الصلاة والسلام واتبعوا ما تتلو الشياطين واتهموه بالسحر
وأنه كان ساحر، فدافع الله عن الأنبياء ثم قال وإن يونس لمن المرسلين، حتى لا تفهم معاشر يهود الذين طعنوا في أنبيائهم قبل غيرهم، لا يفهموا أن هؤلاء الأنبياء لما عاتبهم الله سبحانه وتعالى معنى أن الله كرههم، لا، فالعتاب يقع من الحبيب للحبيب، فالله عز وجل يحبهم ويجلهم، ولهذا قال وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. وذلك عباد الله أن يونس عليه الصلاة والسلام دعا إلى كلمة لا إله إلا الله، دعا قومه بكل ما يقدر وأوتي، فوافق تكذيبا وردا وصدا وعنادا وشدة، بل ومحاولة الاغتيال والضرب والرجم مما ضيق صدره. وهذا حال البشر يا عباد الله، أقوام أصحاب مخالفات، أصحاب عتو ونفور، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا ميدانها وهذا بابها، فلم تفرش الورود لأهل العصمة ولأهل الكمال الخلص الذين اصطفاهم رب العالمين سبحانه وتعالى. ما سلم الله من بريته لا ولا نبي الهدى فكيف أنا. ولهذا عباد الله بعد هذه الشدائد كلها وعدهم بالعذاب ثم خرج من أوساطهم. قال الله وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. لم يتوقع يونس عليه الصلاة والسلام أن يعاقب، لم يتوقع يونس عليه الصلاة والسلام أن يقع في هذه الأزمة لكون ترك قوم أصحاب مخالفات. لم يتوقع يونس عليه الصلاة والسلام أنه فعل شيئا غير أنه ترك أقوام أصحاب شرود وعناد وكفر وبغي واعتداء، فأراد أن يذهب إلى أرض أخرى لعل الله سبحانه وتعالى أن يبدله بأقوام آخرين يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فقط فعل هذا. لا إله إلا الله يا عباد الله. كيف يجلي الله سبحانه وتعالى العتاب في القرآن الكريم، وكيف يجعل في أخبار وقصص الأنبياء عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. إذا كان العتاب على هذا الكمال والأولى فكيف بي وبك ونحن أهل المعاصي، أهل الشرك، أهل البدع، أهل الخرافات، كيف سيكون علينا؟ هذا عتاب لهم ونحن علينا عقاب، شدائد، أزمات، نكبات. ولهذا رب العالمين سبحانه وتعالى يجلي هذا الموقف أن يونس عليه الصلاة والسلام غادر البلد وترك قومه بدون أي أذية لهم. هو الذي أوذي، وهو الذي شتم، وهو الذي ترك، وهو الذي حورب، فترك قومه فظن أن لن نقدر عليه، ومع ذلك يركب مع أقوام هو غريب وهم غرباء. فلما كان في السفينة اعترضها حوت، اعترض هذه السفينة وأراد أن يأخذ هذه السفينة بكاملها، فرأوا أن يجعلوا فداء لهم طعما لهذا السمك، وثقلت السفينة فأرادوا أن يخففوه. قال الله فساهم فكان من المدحضين. ساهم بالقرعة، فإنهم لم يروا أن يأخذوا واحدا للهلاك بمفرده، لكن بالقرعة تطيب النفس، والقرعة طريق من طرق الأنبياء. فقد ساهم زكريا وساهم رسول الله وساهم يونس. قال البخاري باب العمل بالقرعة، فهي حل شرعي لفك النزاع والخصوم للشيء الواحد. ولهذا عباد الله ساهم يونس، طلعت عليه القرعة، فنظروا إلى وجه أبلج ممتلئ عبادة وطاعة وذكر، مثل هذا الوجه نرميه. أعادوا مرة وثانية تعود عليه القرعة يا عباد الله. لا إله إلا الله، نبي من أنبياء الله يزج به في البحر. ما هو الذي صار يا عباد الله؟ استعجل فترك وخرج من قومه قبل أن يأذن الله له بالخروج، فلم يخرج نبي من أوساط قومه. أكما تسمعون هذه الأيام في دروس السيرة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج حتى جاء الإذن، فكان آخر من خرج من مكة ينتظر الإذن من الله، فخرج يونس عليه الصلاة والسلام قبل الإذن في الخروج، فصار هذا فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. القلب يتحسر والعين تدمع، غير أن رفقاءه رأوا أنه لا بد من التخفيف على السفينة، رموه وألقوا فالتقمه الحوت. أخذوا هذا الحوت وجعل يمخر به في بطون البحر، يمشي به يمنه ويسره
لا إله إلا الله. هذا عبد صالح يا عباد الله، حواه بطن الحوت، يعيش في ظلمات ثلاث، ظلمات الليالي، يعيش في ظلمات شديدة وظلمات بطن الحوت، ومع ذلك يونس عليه الصلاة والسلام لهجا ذاكرا لربه سبحانه وتعالى لم يترك التسبيح لحظة واحدة، لا في حال الرخاء ولا في حال الشدة، لا لازم ذكر الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يرفع هذا النداء من أعماق البحار، من بطن الحوت، من ظلام الليل، وهو يرفع هذه الدعوات. في الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة أخي ذنون إذ دعا في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا يدعو بها مكروب إلا رفع الله كربه وأبدله مكان الهم فرجا. أيها المسلمون عباد الله، فما ظنكم برب العالمين؟ يعاتب هؤلاء الأفاضل الأكارم. كيف نحن يا عباد الله، كيف نحن عندما نجد الأزمات والنكبات والضربات والقصمات والحوادث والكوارث الساحقة المدمرة لأمة الإسلام؟ هل عاتبنا أنفسنا؟ هل نظرنا في حالنا؟ هل نظرنا في واقعنا؟ هل نظر الرجل في واقعه والمرأة في واقعها؟ هل نظر الفرد والمجتمع والراعي والرعية في أحوالهم وناقشنا وضعنا؟ ربنا سبحانه وتعالى يعاتب أهل العصمة ويعطيهم هذا الجزاء برحمة وشفقة. كل هذا وما الذي فعلوه، ما الذي وقع منهم؟ رحمة من الله سبحانه وتعالى لهم، ومع ذلك يطيف به الحوت في البحار ما شاء الله وهو يردد هذا التسبيح: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يخرج الناس من المقابر ويخرج يونس من بطن الحوت، يخرج الناس من المقابر ويخرج يونس من بطن الحوت. للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. لماذا يا عباد الله؟ خرج من قومه قبل الإذن. كم تركنا من إذن يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. القرآن مليء أكثر من 200 آية. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا عبادي، ونحن نخالف. كيف سيكون علينا عتاب أو عقاب؟ أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد، جاء الفرج وارتفع الحرج، لأن هذا عتاب يا عباد الله. وكان بدل الشدة رخاء وبدل الأزمة فرج. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. ثم قال: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. والسؤال أيها الناس: أهم الأولون الذين أخرجوه وأرسلناه إلى الأولين الذين كذبوه؟ أهم الأوائل الذين انحرج وانجرح صدره منهم رجع مرة أخرى إليهم؟ أم أن الله عز وجل أبدله قوم أفضل منهم وأحسن منهم ورجال دعوة وأصحاب حمل للشريعة؟ فبعض الناس لا يعرف المعروف ولا يعرف الدعوة ولا يعرف الحق، ربما وكان حجرا عثرة أمام دعوة الله سبحانه وتعالى. ربما نصبه إبليس فجعله يحارب دين الله سبحانه وتعالى وينتصب للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى محاربا. قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه. جنده إبليس في الصد والرد. فهل يونس عليه الصلاة والسلام يعود مرة أخرى إلى هؤلاء، أم أن الله عوضه من هو أحسن منهم؟ في قول الجماهير، واختاره ابن كثير والطبري، أنه رجع إلى نفس القوم يا عباد الله. سبحان الله، أصابهم الندم والحسرة. كذبنا نبينا وتركنا داعينا، أهملناه ما ناصرناه ولا أعطينا حقه، بكوا بكاء عظيما. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كان قد رفع العذاب على جبالهم وعلى بيوتهم، فلما ندموا وتابوا ورجع يونس ودخل من قومه معه 100,000 ويزيدون، 100,000 وزادوا على هذا العدد،
وتمت الدعوة وأكمل الله الفرح لأهل نينوى الذين أرسل إليهم يونس عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أيها الناس العتاب للأفاضل. ما الذي فعله يونس؟ خرج من بلده، لم يستأذن ولم ينتظر إذن الله سبحانه وتعالى، ويظن أنه ما فعل شيء. كم من معاصي وكم من آثام وكم من ذنوب نفعلها وكأننا ما فعلنا شيئا نزكي أنفسنا، فنرى العقوبات تترى علينا من كل مكان وكأن الأمر لم يكن. بلاد تتغير، وطن يخرب، اقتصاد يضعف، حرب دامية، سيول عارمة، أعداء مسلطين، جنود فوق رؤوسنا، دول بكاملها ضربة بعد أخرى. ولو كان سهما واحدا لاتقيته ولكنه سهم وثان وثالث. فأين العتاب للنفوس؟ نخشى أن يكون عقاب ونحن ما ندري يا عباد الله. العتاب رحمة، ولكن نخاف أن يكون عقاب. موسى عليه الصلاة والسلام سأله رجل من قومه: يا موسى أحد أعلم منك؟ قال: لا أعلم أحد أعلم مني. كلمة واحدة عاتبه الله. قال: بلى عبدنا خضر. ويتخذ موسى له رحلة، ضرب مجمع البحرين وقال في طريقه: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. عتاب ليعود إلى هذا العالم، يوجد من هو أعلم منك ولو كنت نبي. لماذا لم تكل العلم إلى الله وتقول الله أعلم؟ بواب البخاري رحمه الله باب لا يقال فلان أعلم من فلان، وليوكل العلم إلى الله. ما فعل موسى؟ أجاب بحسب السؤال: أحد أعلم من؟ قال: لا، ما في أحد في بني إسرائيل. وهو في الحقيقة هذا، ولكن في الزوايا خبايا. وجد الخبر عنده من المعلومات لم تكن عند موسى عليه الصلاة والسلام، فعاتبه الله وحمله مشقة السفر. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ترك أمه من بني إسرائيل ورحل إلى الخضر ليعلمه الله أن ثمة من هو أعلم منه، ويعود فيتتلمذ ويطلب العلم عند الخضر عليه الصلاة والسلام، ويشد عليه الخضر قائلا: إنك لن تستطيع معي صبرا. لموسى عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس. فإذا كان هذا العتاب لعباد الله الصالحين، فأين نحن يا عباد الله مما نحن فيه من الأخطاء والمخالفات فردا وجماعة؟ يونس عليه الصلاة والسليمان يوما من الأيام قال: لأطوفن الليلة على 100 من نسائه، كل واحدة تحمل ولد أجعله في سبيل الله. نية طيبة يا جماعة، وعزم صائب، ونية صحيحة، ومقصد صحيح، ولكن نسي أن يقول إن شاء الله. الله أكبر يا عباد الله. كيف يعاتب الله الصالحين فكيف بالطالحين؟ الطالحين والمخطئين والمذنبين والمتعمدين نخاف أن يكون عقاب. هذا عتاب برحمة، فنخاف أن يكون علينا عقاب يا عباد الله. ما قال إن شاء الله، ومع ذلك طاف عليهن أجمعين كلهن في ليلة ولم تحمل واحدة منهن 70 وقيل 100. ما حملت ولا واحدة إلا واحدة، نصف رجل، يعني مشلول، نصف موجود ونصف ما هو موجود، لا يصلح للقتال ولا للجهاد، بل هو كل على مولاه وعلى والده، يحتاج إلى رعاية وعناية حتى ما يقوم بنفسه، ما يقدر يقوم بنفسه، فالله أن يكون جنديا مجاهدا مقاتلا في سبيل الله. نسي أن يقول إن شاء الله. الله عاتبه. لا إله إلا الله. آدم عليه الصلاة والسلام أكله واحدة يا جماعة، أكلة واحدة يا أيها الناس، أكل من الشجرة، وقد قال الله: ولا تقرب هذه الشجرة. الله يعاتبه بعد ذلك، يعاتبه الله سبحانه وتعالى بعد أن أكل من هذه الشجرة. ثم قال الله له: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أكلها نسيان، أزلهما الشيطان، وجاء بالقسم المؤكد أن المسألة سهلة جدا طبيعي. أكل من هذه الشجرة، شجرة مباركة، هذه شجرة البقاء والخلد، إقامة مستمرة، ما في خروج من الجنة، ما في أبدا. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. قال الله: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض، ويا آدم ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. لا إله إلا العتاب ينزل من السماء السابعة من الجنة إلى الأرض التي امتلأت، واعترض الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. عتاب يا عباد. أكلة كم أكلات، كم فجرات، كم مظالم، كم نظرات، كم شهادة الزور، كم بطش في الأرض، بل كم قطع للمساجد، بل كم ذهاب للسحرة والكهنة. فنخاف أن يكون عقاب يا عباد الله. هذا عتاب للأنبياء والصالحين، فكيف بنا يا عباد الله؟ يغزو نبي من أنبياء بني إسرائيل فرأى الجيش العرمرم الموحد الذي يقول لا إله إلا الله ويهز الوادي، الله أكبر، غزاة في سبيل الله، خرجوا يقاتلون أعداء الله. نظر إلى الجيش فأعجبه الكثرة، ما فعل شيء، أعجبه الكثرة، جنود أهل توحيد وأهل عقيدة، جنود عسكر في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا يفرح كل مؤمن أن يكون الرجال الأبطال الأشاوس الذين يتقدمون لقتال أهل الباطل، أهل توحيد وعقيدة صحيحة. أعجبه قومه فعاتبه الله: اختر لقومك واحدة من ثلاث. لا حول ولا قوة إلا بالله. دروس وعبر، عتاب للأولياء، ونخاف والله من العقاب. كم أصابنا من غرور على بعضنا البعض كمسلمين يا عباد الله. كم يظاهر الجار على جاره، والأخ على أخيه، والصاحب على صاحبه، ويعتمد على قوته ونشاطه وماله. النبي هذا حدثته نفسه قال ما شاء الله، أعجبه الجمع، أعجبه هذا. قال الله: لا اختر لقومك واحدة من ثلاث. وماذا اختار لهم؟ إما الجوع، وإما أن أسلط عليهم العدو، هكذا يقول الله: لا أسلط عليهم العدو فيجتاح خضراءهم، وإما الموت. ثلاث. جمع النبي القوم أهل الحدقة وأصحاب الجهاد والإقدام. عندي مشورة لكم يا جماعة. العدو على سواحل الأرض يريد أن يقتحم البلاد. عندي مشورة، خيرني الله، الجوع لكم تختارون، وإما أن تختاروا الموت، وإما أن تختاروا أن يسلط عليكم العدو. ما هو الذنب يا جماعة؟ عتاب. لماذا النبي أعجبه هذا الجمع؟ ولهذا الرسول كان في الغزوة ويقول: بك أصول، بك أجول، وبك أقاتل. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أشياء في النفس ما ظهرت، إنما أحببنا الكثرة هذه في تجاه الأعداء، تجاه الكفار يقاتلون أعداء الله. ومع ذلك جمعهم فقالوا: أنت نبينا فاختر لنا. فاختار لهم الموت. فإن العدو بعد السلاطة والهيمنة والإضعاف والشدة والأسر سيقع القتل. بعد شدة وجوع وحصار المآل هو القتل، النتيجة هو القتل، هذا معلوم. والجوع أيضا سيحصل فيه من السرقات وقطع الطرقات وقتل الناس والاعتداءات، في الأخير الموت. فاختار لهم الموت. تظنون كم مات من هذا الجيش المسلم العرمرم؟ قيادته ولواء القيادة في يد نبي، ليس في يد ضابط ولا نقيب ولا لواء ولا محافظ ولا رئيس. إن من يحمل هذه الراية نبي من أنبياء الله، ينزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام صباحا ومساء. هو قائد المعركة ولم يفعل أي شيء، فقط أعجبه الكثرة. هذه أعجبه الكثرة يا عباد الله. ومع ذلك اختار لهم الموت. ماتوا في 3 أيام 70,000. لا إله إلا الله. في 3 أيام 70,000 من أهل التوحيد ماتوا يا عباد الله. فما تشاهد من المجازر والمقاتل والمجاعات. لابد أن نعاتب أنفسنا يا عباد الله، نخاف أن يكون عقابا. الله عاتب الصحابة يوم طلعوا الجبل ثم نزل منهم مجموعة، ومع ذلك أدال عليهم الأعداء فحصل منهم القتل. فقال الله سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم أنتم السبب. إيش فعلوا يا جماعة؟ تركوا القيادة، نزلوا من الموقع، ونزل مجموعة وبعضهم واجتهاد، ليس محبة المخالفة ولا العناد وأبدا، إنما هو اجتهاد. ومع ذلك أصابتهم مصيبة عظيمة وقتل 70 من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فيا عباد الله، الخلاصة: المخالفات تجني النكبات، العتاب يحصل للصالح وابتلاء في أهله وماله، الله يرده إلى الصواب، ولكن نخاف أن يكون عقابا وأن يدمدم علينا الأعداء بجيشهم فيجيشون علينا ويحصل الحطم والدمار لهذه الأمة. فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا
ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وأمننا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره دمارا عليه. اللهم اجمع هذه الأمة على الكتاب والسنة، جيوشا ودولة وشعبا ورجالا ونساء على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.